السلام عليكم متابعي قناة كينج سبورت. شهدت القائمة الجديدة لأسود الأطلس ظهور وجه جديد، وهو سفيان ديوب مهاجم فريق نيس الذي تألق خلال منافسات النسخة الحالية من الدوري الفرنسي. وسبق للاعب سفيان ديوب أن مثل منتخب فرنسا للفئات السنية، كما ظهر طوال السنوات الأخيرة على رادار منتخب السنغال قبل أن يختار مؤخرا تمثيل المغرب. وولد ديوب عام 2000 بفرنسا من أب سنغالي وأم مغربية، كما لعب للمنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة وللمنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة، وخاض 13 مباراة دولية وسجل 4 أهداف. ويبلغ ديوب من العمر 23 عاما ويحمل 3 جنسيات، وهي المغربية والسنغالية والفرنسية. ويلعب سفيان ديوب لنادي نيس الفرنسي بعقد لغاية 2027 بعد أن كان مسجلا في كشوفات أندية سوتادرين وموناكو وسوشو. ويمكن للوافد الجديد على المنتخب المغربي اللعب كجناح أيسر وجناح أيمن ثم وسط ميدان هجومي، لكنه يفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر. وتبلغ القيمة السوقية للاعب سفيان ديوب 15 مليون أورو بحسب موقع ترانسفير ماركت. وعن استدعائه ديوب قال الركراكي في مؤتمر صحافي بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء: يتصدر الدوري الفرنسي حاليا مع نيس، وكان لاعبا دوليا في الفئات العمرية لفرنسا. هو لاعب موهوب قادر على اللعب في الوسط، الأجنحة والمركز الرقم 10، بمقدوره اللعب لعدة دول لكنه اختار المغرب. أضاف مدرب المنتخب الذي حقق إنجازا رائعا في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول إفريقي يبلغ نصف النهائي: اتخذ قراره منذ فترة. عانى سفيان إصابات من قبل ولم يكن بمقدوره الانضمام لصفوفنا.